السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم غنديروا كيك رائع كيجي معلك من الداخل ولذيذ بزاف بزاف. كيك اللي سهل هو في التحضير، ولكن رائع في المذاق ديالو. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه. بالنسبه اللي مازال ما مشتركينش وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال جميع فيديوهات القناه. وايضا ما تنساوش البارطاج ديال الفيديو باش هكا كتعم الفائده. اذا نخليكم مع الفيديو، تبعوا الوصفه من الاول للاخير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا بالنسبه للكيك اللي غادي نديرو اليوم، غادي نديرو فيه 4 ديال البيضات. غنديروا واحد البول اللي غادي نديروا فيه هاد 4 ديال البيضات، وكيكونوا يعني بدرجه حراره الغرفه، ما يكونوش باردين، يعني ما نخرجوهمش من الثلاجه مباشره ونخدموا بهم، وانما كيكونوا شويه خارجين قبل الوقت. فبالنسبه للمكونات، يعني مكونات اللي يعني سهله، ما فيهاش مكونات كثيره. هاد الحلوه كنديروا فيها 4 ديال البيضات، وكنديروا فيها ايضا واحد الكاس ديال السكر حبيبات. غادي نديروا ايضا كاس ديال الحليب. غنديروا هنا كاس ديال الجوز الهند اللي مهرمش، وكاس ديال التمر قطعته، نصف كاس ديال الزيت النباتي، وجوج خمارات. وغادي نسمو بالقرفه وبالزنجبيل او سكينجبير والطحين على حسب الخليط. اذا بالنسبه لهاد 4 البيضات ضفت لهم انا هذاك الكاس ديال السكر، وغادي نطربوهم جيدا. انا راه كنصاوبه عاده غير بالطراب اليدوي، غير هذا وليت كنخدم به لانه كيجيني سهل. فراه مخفضه السرعه، يعني ما دايرش بواحد السرعه ديال الباتور، وانما مخفضه السرعه. ممكن تخدموها غير بالطراب اليدوي. ديجا خدمت معكم هذه الحلوه ديال التمر وجوز الهند، ولكن خدمتها مختلفه شي شويه في واحد المول اللي صغر من هذا، وجات طالعه، يعني خدمتها غير بالطراب اليدوي وجات طالعه ولذيذه ومعلكه من الداخل. دابا غنديروها شي شويه مختلفه، يعني الطريقه اللي مختلفه شي شويه، ماشي بزاف، المهم شويه كاين واحد شويه ديال الاختلاف. المهم راه كنطربوا هذاك البيض مزيان. وممكن كيف خبرتكم بان نديروا غير الطراب اليدوي. المهم كنطربوه مزيان مزيان حتى كنحسوا بهذاك السكر بدا كيذوب في البيض، وكيبان ليا بدا كيتغير اللون ديال البيض. صافي من بعد ما كنطربوهم راه غادي نضيفوا هنايا باقي المكونات. يعني ملي كنبغيو نديرو كيكات اللي كتكون مختلفه على اللي فيهم غير البيض والطحين، فكندخلوا بعض المكونات، وهذه من الكيكات اللي كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو معلكين من الداخل. وايضا كيكه اللي كتكون بمكونات يعني مختلفه على الكيك العادي. صافي من بعد هنايا طربنا البيض. غادي نضيفوا كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب من الاحسن يكون شويه دافئ، يعني ما يكونش بارد، لان دابا الجو بارد. فملي كنحط الحليب غير خارج الثلاجه راه كيكون بارد بزاف. يعني الا كان بارد بزاف ندفيه شويه. وغنضيف هذاك نصف كاس ديال الزيت، وغادي نستم هنا بواحد نصف ملعقه ديال الزنجبيل او سكينجبير، غير نص معلقه صغيره. وايضا نفس الكميه، يعني ما يعادل نصف ملعقه صغيره ديال القرفه اللي مطحونه. يعني راه ما كنكثروش في هاد المكونين اللي غنسمو بهم، وانما غير شويه. يعني معلقه صغيره كنديروا فيها غير النصف تقريبا، وما عامرش بزاف. صافي غادي نطربوا هنايا هاد المكونات. هنا صافي ما كنبقاوش نطربوا بزاف، وانما بحال غير كنخلطوا. غنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا مع البيض ومع السكر. وصافي هنايا كنضيف يعني بالنسبه لجوز الهند راه عندي كاس ديال جوز الهند، راه يعني ماشي مطحون مزيان، وانما يعني مهرمش، مطحون شويه وشويه مهرمش. يعني المهم كيبقاو هذوك شويه ملي كناكلوا الحلوه كيبقاو دوك القطع ديال الجوز الهند كيكونوا هكا زوينين، كيعطيو واحد القرمشه في الماكله. هنا عندي التمر مقطع، كاس ديال التمر اللي قطعته قطع صغيره جدا. ومن الاحسن يكون التمر اللي كيكون شويه، يعني شويه معلك، ما كيكونش قاصح. صافي غادي هنايا نحرك هاد المكونات، يعني نخلطهم مع المكونات الاولين. دابا غادي نبدا نضيف الطحين. بالنسبه للطحين راه كيبقى على حسب الخليط.
بالنسبه لهذا المكون اللي ضفت انا هو دانيت ديال الشوكولا. هذا كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش ديروه راه ما ديروش. راه انا كنديرو بلا، يعني هاد الحلوه كنصاوبها بزاف كتعجبني، كنديرها بلا هاد دانيت وكتجي لذيذه. انا درت هنا غير باش يجي اللون شويه غامق، يعني كيعطي هذا اللون. ما بغيتش ندير الكاكاو باش ما كيعطينيش داك لوغو ديال الشوكولات، يعني باش يبقى ليا داك لوغو ديال جوز الهند. ولكن ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش، ممكن تكتفيو غير بالحليب بوحدو، اولا ممكن ديروا دانيت دانون ديال عادي، يعني ديال بنكهه الفاني. ممكن تكتفيو غير بالحليب، راه ديجا عندي في القناه وحده يعني دايره فيها غير كاس الحليب وجات لذيذه بزاف. يعني ممكن نستغناو. انا درت هنا باش يجي انايا بغيتها تجيب هذاك اللون شويه غامق، فدرت هاد دانيت ديال الشوكولات. و غنعاود ناكد بان ممكن تستغناو عليه، يعني ما ديروش. صافي حركته مزيان مع المكونات. بالنسبه للطحين كيبقى على حسب الخليط. ملي كتبان لكم الكيك، يعني كلشي كيعرف القوام ديال الكيك، كتبدا كتجمع. راه كنحبس، يعني ما كنديرهاش قاصحه، سيرتو هنا راه فيها التمر وفيها الجوز الهند، وما كنديرهاش يعني جاريه بزاف باش ما كطيحش ليا. كنضيف الطحين كنغربل وكنبقى نحرك هكا يعني ممكن نديرو غير بالفوي. وكيف يعني خبرتكم راه هنا انا ناقصه السرعه ديال الطراب، يعني ناقصاها. كندخل هذاك الطحين في ندخل الطحين في اذا غادي نزيد هنايا واحد جوج ديال الخمارات، كل وحده فيها 7 غرام، يعني غنكتفيو غير بجوج الخمارات. يعني مجموع ديالهم 14 غرام. فغادي نخلطهم مع الطحين، غنخلطهم مع الطحين. ودائما الطحين كنغربل، ضروري كنغربلو مزيان. واخا يكون مغربل، ملي كنبغي نضيف بشويه بشويه كنعاود نغربلو هكا باش كيجينا الكيك ناجح. بالنسبه لهاد الكيك راه جات طالعه بزاف لدرجه انها خرجات من المول، يعني طلعات حتى يعني خرجات من هذاك المول ديالها. ويعني ما كتهبط ما والو، يعني تبعوا غير هاد النصائح ديال الكيك. يعني كنديروا المقادير. بالنسبه للبيض ما كنديروش بارد بزاف، الحليب ايضا ما نديروش بارد بزاف، يعني يكون شويه دافي. وكنخلطو جيدا. الطحين حتى هو كنغربلوه، ضروري كنغربلو الطحين مزيان. هادو من لي زاستيس اللي كينجحوا الكيك وكيجينا طالع مزيان. صافي غنبقى مستمره انا كنضيف الطحين وانا كنحرك. كنضيف وانا كنحرك. وما تنساوش ان يعني ما نخليوهاش جاريه بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي كتهبط لهم الكيك راه كيخليوها جاريه بزاف. او ايضا ما نخليوهاش تاني قاصحه، لان كتجي كاع مدقزه بحال الخبز. يعني ما كتجي مدقسه بزاف، ما كتجيش زوينه، يعني كيكون معتدل. فمني كنكتبوا هذاك الرقم 8 كيبقى يبان لنا ما كيختفيش دغيا. صافي. وكيكون القوام ديال الكيك صافي. هنايا سالينا، يعني غادي ناخذ هنايا المول اللي غادي ندهنوه هنا بالزبده ونرشوه ايضا بالطحين. انا استعملت هذا المول، يعني ضروري كنديروا هنايا ليمون اللي شويه كيكون الشكل ديالو مزوين، كيعطينا واحد الشكل حتى هو رائع. فغادي نصب هذيك الكميه اللي عندي. بالنسبه للفرن، راه الفران سخون، يعني مسخناه، وغادي ندخلها على درجه حراره 170. غنشعل عليها من التحت، ما غاديش نشعل عليها من الفوق حتى كطيب، يعني خليتها طابت على خاطرها. صافي. بالنسبه لهذا الكيك يعني اللون ديالو راه شويه غامق، ماشي ضروري يعني نحمروه من الفوق، فهو ما كيبانش. يعني المهم كنخليوها حتى كطيب مزيان وكنخرجوها. صافي. شوفوا كيف جات، يعني طالعه. انا راه قلت لكم بانها طالعه حتى خرجت ليا من المول. وجات يعني خفيفه. وكتجي هذه اللي كيكون فيها جوز الهند وكيجي والتمره كتجي معلكه من الداخل لذيذه وكتجي معلكه. صافي. هذا هو الكيك ديالنا، يعني جا طالع وخفيف. لاحظوا ان شوفوا انه راه خرج من المول، يعني طلع بزاف. غادي نزينوه باش ما بغينا، يعني ممكن تزينوه بداكشي اللي كاين لداخل. عاده كنزينو الكيك بداكشي اللي كاين لداخل، يعني التمر وجوز الهند. انا غنديرو شويه ديال الكراميل، كيبقى تزيين يعني اختياري. ممكن ديروا شويه ديال الشوكولات مثلا ذوبوه مع شويه دانيت وديروه من الفوق. اولا الكراميل حتى هو كيتواتى بزاف مع الكركاع، يعني كيجي لذيذ بزاف مع الكركاع. صافي. وغادي نزينو ايضا بقطع ديال الكركاع او جوز الهند بما ان فيها من الداخل. وكيجي المنظر ديالها يعني كيشهي. اللوغو ديالها حتى هو كيجي زوين رائع. هادو من الحلوات اللي كتعجبني انا، يعني كتجي لذيذه بزاف. وكيجي هذا هو الشكل ديالها، رائعه جدا لذيذه بزاف بزاف.
كنتمنى انكم تجربوها، وانا متاكده بانها غادي تعجبكم. يعني من الكيكات اللي كتكون شويه مختلفه في المقادير وكتكون يعني لذيذه في المذاق. اذا كنتمنى انكم عجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنسوش انكم ديروا لايك بطبيعه الحال الى عجبكم، وايضا تشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى ديال القناه. وبالنسبه اللي ما مفعلينش الجرس، يعني تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال جميع فيديوهات القناه. اذا كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله.